اسمي جاسم محمد عطية مطر الطائي، متزوج، مواليد 1993، أسكن في قضاء الحويجة، حاليا عنوان سكني كركوك حي العسكري. انتميت إلى الدولة الإسلامية سنة 2014 وأخذوا البيعة مني في الحويجة. ذهبت في الحويجة إلى شخص اسمه فلاح الكردي، وعلمني فلاح الكردي التصنيع والتفخيخ، وبعدها بفترة أرسلني إلى كركوك لأصبح مسؤول داخل كركوك. أتينا بطريق غير رسمي مع شخصين، واحد اسمه عبدو والثاني اسمه أبو مؤمن. دخلنا إلى كركوك، وبعدها بفترة سمعنا أنه فلاح الكردي انقتل قصفة الطيارة. اتصل بي أبو حذيفة وقال لي عندي 3 انتحاريين، واحد يمك يجي و2 يبقون يمه، وأنا جبت واحد يمي انتحاري يدعى أبو همام الكردي. ظل يمي بالبيت يومين. قبل تنفيذ عملية الدبس بيومين خابرني أبو حذيفة وقال لي أريد الانتحاري اليمك. طبعا الانتحاري اليمي كان هدفه ينفذ عملية انتحارية بهمام الكردي طبعا على مبنى محكمة كركوك، والانتحاريين الباقيين اللي هم أبو حذيفة على قائم مقامية الدبس. قبل عملية تنفيذ الدبس بيومين أخذ أبو حذيفة خابرني وأخذ الانتحاري اليمي أبو همام الكردي عن طريق شخص من جماعته، جاء وأخذه من عندي. وبعدها بفترة خابرني أبو زهراء، قال لي تشتري سيارة. بعدين قال لي دز لك فلوس، دز لي فلوس عن طريق شخص من جماعتنا اسمه حسان، المبلغ 185 ورقة. اشتريت سيارة نوع مرسيدس قلابة 6 طن، رقمها سليمانية. أبو زهراء قال لي توديها إلى شخص من جماعته القرض تفخيخها، وبعدين شخص ياخذها يوديها إلى أربيل، إلى محافظة أربيل لتنفيذ هناك عملية. وبعدها قبل ما تصير العملية تم اعتقالنا من قبل قوات الأسايش. اسمي بشار محمود نايف علي، لقب العبيدي، مواليد 1994. أنا متزوج، طالب جامعة تكريت قسم علوم سياسة مرحلة أولى. كنت ساكن في تكريت، بعدها تحولت إلى الحويجة. انتميت وبايعت الدولة الإسلامية شهر شباط 2015، وذلك عن بايعت شخص اسمه أبو حسن، وبعدها حولني إلى شخص اسمه فلاح كردي، وقام فلاح كردي بتعليمي عن تصنيع العبات والتفخيخ، وارسلني بعدها إلى كركوك. وبعد وصولي إلى كركوك بفترة قام بقتل فلاح الكردي من قبل قصف الطيران، وبعدها كان اتصالي مع مهند كعنصر استخبارات، وبعد قيام أي عملية ألقي القبض علينا من قبل قوات الأسايش. من المواطن إحسان أحمد علي، جاسم الجبوري، محل وتاريخ الولادة 1977، من سكنة الحويجة. أعمل موظف في جامعة كركوك، وإضافة لعملي أعمل في مجال الحوالات، وناصرت الدولة الإسلامية من قبل فترة، يعني من 3 أشهر. وبعدها اتصل بي أخي من القضاء الحويجة، مع أبو زهراء اللي هو أحد قياديين بارز بالدولة الإسلامية.
أنطاني عازبة أنه سوف يجيك ولد اسمه مهند يستلم من عندك 185 ورقة تنطيهن له لغرض شراء سيارة، يعني لإجراء بها عملية